تعالوا نعمل مع بعض النهاردة القرنبيط الكريسبي بمكون واحد بس هنحطه للقرنبيط ونسي يشرب أي نقطة زيت. مقرمش وخطواته سهلة قوي، وهيفضل مقرمش معاكي لتاني يوم. خفيف جدا واقتصادي، يعني بأقل كمية من البيض. كل الكمية دي عملناها ببيضة واحدة بس. اسمعوا كده صوت القرمشة، خطير. ولا الفراخ الكريسبي، طعمه في منتهى الجمال. هش جدا ومقرمش من بره، وطري وفاتح زي ما انتوا شايفين من جوه. حطوا لايك وتعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي. معايا قرنبيطايه حجمها وسط، لا هي كبيره قوي ولا صغيره قوي. ببدا بسكينه رفيعه كده اشيل الجزء اللي في النص، وبعد كده ببدا اسلك وردات القرنبيط كده. بمجرد ما بتشيلوا الجزء اللي من النص، الوردات بتتسلك معاكم بسهوله زي ما انتوا شايفين. وابدا بقى اقسم الوردات بتاعتي لحجم وسط كده، علشان خاطر تاخد تسويه كلها واحده. يعني لا يبقى فيها رفيع قوي فتتهري معانا، ولا كبيره قوي فما تاخدش سوا كويس. يعني عايزين كلها يبقى حجم واحد، علشان زهرات القرنبيط كلها تاخد سوا واحد زي ما انتوا شايفين كده. ولو في اي سيقان من فوق مش حابينها شيلوها. وبعد بقى ما هنخلص الكمية بتاعتنا كلها، زي ما انتوا شايفين انا بوريكم كل الزهرات حجم واحد. يعني حاولنا كده بقدر المستطاع نعملها حجم واحد. هنغسلها كويس جدا جدا تحت المية بكمان معلقة من الخل، ونسيبها 5 دقايق، وبعد كده نرجع نشطفها كويس جدا. حلة على النار فيها مية بتغلي، هنحط عليها ربع كوباية من الحليب، ومعلقة صغيرة من الكمون، ومعلقة صغيرة من الملح. اللبن الحليب هنا بيخلي القرنبيط لونه فاتح، وبيبقى لونه أبيض كده. يعني بما إننا حاطين كمون في مية السلق، فمش هياخد معانا لون غامق. بعد كده بننزل بزهرات القرنبيط بتاعتنا. ولو تلاحظوا أول ما نزلت بالقرنبيط غليان المية هدي. فعشان تاخدوا تسوية مظبوطة وسلق مظبوط للقرنبيط، أول ما المية هتغلي معاكم ابدأوا احسبوا 4 دقايق بالظبط، وشيلوا بقى القرنبيط. طبعا لما هتيجوا تشيلوه من المية، هو مش مستوي تسوية كاملة، لأن احنا لسه هنكمل سواه في القلي. وكمان لما بيخرج كده من البخار بيكمل تسوية. فهي مدة 4 دقايق بالظبط من غليان المية هيكون مظبوط معانا. تعالوا بقى نعمل الخلطة، وخلطة أنا معتمداها وبتطلع معايا القرنبيط في منتهى الجمال. بضاية كده معايا، وهننزل بمعلقة خل ونربهم كويس جدا جدا كده. ومعلقة الخل هتشيل أي زفارة في البيت، يعني اطمنوا مش هتحسوا بأي زفارة. وبعد كده هننزل بكوباية من اللبن ونقلب كويس جدا. وبعد كده بقى هننزل بالدقيق، هنحتاج من كوباية لكوبايتين دقيق على حسب ما احنا محتاجين. انا هنا نزلت بكوبايتين من الدقيق، لاني انا عارفة الدقيق اللي بستخدمه واحد، يعني مش مختلف عن المرة اللي فاتت، لا انا بستخدم نوع واحد. فعارفة المقدار بالظبط، بس انتوا تقدروا ايه يعني بعد اول كوباية بالتدريج كده تشوفوا هياخد معاكم قد ايه، كوباية وربع، كوباية ونص، كوبايتين. وبعد كده بنزل بمعلقتين كبار من النشا ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، ونقلب بقى الخليط كويس جدا. عايزة الخليط يكون سميك عشان يمسك على القرنبيط، مش تقيل قوي، وطبعا ما ينفعش يبقى خفيف. وبعد كده بقى معايا البهارات بتاعتنا، هننزل بيها معلقة كبيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من الكمون والكزبرة والفلفل الأسود والكركم والشطة والبابريكا. لو ما بتحبوش بقى الشطة او مش عايزينها سبايسي شوية، بلاش الشطة، او ممكن تقللوا من كمية الشطة وتحطوا البابريكا. الكركم بيدي معانا لون حلو كده. وهننزل كمان بمعلقة كبيرة من التوم، يعني بما يعادل كده 6 فصوص من التوم. مش عايزة اقول لكم بقى جمال ريحة الخلطة في المرحلة دي عاملة ازاي. وبعد كده بقى هنقلبها كويس جدا. يعني لازم نقلبها ونتأكد كده ان المكونات كلها مختلطة ببعض ومفيش اي تكتلات، تطلع معانا زي الفل زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هننزل بقى بالخضرة، والخضرة طبعا على حسب الرغبة. يعني في ناس بتحب الكزبرة مع الشبت، في ناس ما بتحبش الشبت، بتحب البقدونس مع الكزبرة، زي ما تحبوا. الخضرة دي بتاعتكم ولعبتكم، اللي انتوا عايزينه والطعم اللي انتوا عايزينه حطوه. انا بفضل الكزبرة والشبت مع خلطة القرنبيط. يعني البقدونس ما بيبقاش ليه نكهة ولا ريحة زي الشبت والكزبرة. وتعالوا بقى نعمل سر القرمشة في الخلطة دي. كوبايتين من الدقيق
عليهم معلقتين كبار من النشا، ورشة من البيكنج باودر بسيطة جدا، ورشة من الكركم، ورشة من الملح. بس كده، ما ضفتش اي بهارات تانية، لان احنا حاطين بهارات في الخلطة السائلة بما فيه الكفاية، يعني مش محتاجين نحط بهارات تانية. كده حلو جدا، علشان كمان يعني نحس بطعم القرنبيط كده وما نبقاش مبهرينه زيادة عن اللزوم. بقلب بقى الخلطة بتاعتنا كويس جدا، وبعد كده زهرات القرنبيط كانت خلاص يعني بردت وهديت من السخونية، وزي ما انتوا شايفين هي متماسكة معايا، ولا مهرية ولا مفلفتة ولا اي حاجة. هبدأ انزلها في الخليط السائل، وبعد كده على الدقيق واقلبها كده، وادي كل قطعة كفر حلو كده، يعني يبقى الكفر متماسك كده على قطعة القرنبيط بتاعتنا. وبعد كده هنزل بيها على زيت غزير سخن. الخطوة دي انا عاملاها معاكم علشان تشوفوها، بس يعني خدوا بالكم ان احنا هننزل من الخلطة السائلة على الدقيق على الزيت على طول، يعني ما ينفعش تحضروا كمية وتبدأوا تقلوا، لا ما ينفعش. هو من الخلطة السائلة على الدقيق على الزيت على طول، ومن وقت للتاني بنخل الدقيق معايا علشان لو في اي تكتلات كده ما تلزقش في زهرة القرنبيط ويبقى شكلها مش حلو. يعني احنا عايزين كده نطلع اول قطعة زي اخر قطعة. هنحمره بقى في الزيت، وزي ما قلت لكم زيت غزير ويكون سخن جدا. ولما انزل بقطع القرنبيط هخلي النار فوق متوسطة مش عالية قوي، علشان ياخد لون مظبوط معانا وما يبقاش محروقة كده يعني، وكمان يبقى كريسبي ومقرمش معانا. اول ما تحسوا ان خد لون من تحت كده، ابداوا قلبوا على الوش التاني. ما تستنوش ان هو ياخد الوش كامل من التحت وبعد كده تقلبه، لا. احنا اول ما بيتشمع ببدأ اقلب فيه من الناحية دي شوية ومن الناحية دي شوية، لحد ما بياخد معايا اللون المظبوط الذهبي اللي انتوا شايفينه ده كده، ويتحمر معايا كويس ويبقى مقرمش وكريسبي. بطلعه بقى على مناديل من المطبخ علشان يصفي الزيت بتاعه، وكل مرة بنضف الزيت بمصفى كده علشان خاطر احافظ على الزيت على قد ما اقدر، لانه طبعا في دقيق، والدقيق كمان بينزل في الزيت. وزي ما انتوا شايفين بقى هو طالع كريسبي ومقرمش ولونه في منتهى الجمال. هنخلص الكمية بتاعتنا كلها، وزي ما انتوا شايفين بقى بعد ما خلصنا الكمية طالع لونه خطير مقرمش كريسبي. تعالوا اسمعكم صوت القرمشة. خطير يا جماعة، خطير. أول قطعة زي آخر قطعة، طعمه في منتهى الجمال، مقرمش وكريسبي من بره، مستوي ولونه تحفة من جوه. الخلطة مظبوطة جدا، طعمها رهيب جدا، مفيش أحلى ولا أجمل من كده. أنا متأكدة لما تجربوه بطريقتي وبالتكنيك اللي احنا عملناه بيه هيعجبكم جدا، وهتعتمدوا الطريقة. ولو عجبتكم الوصفة أتمنى تعملوا لايك، عشان اللايك ده بيساعد في رفع الفيديو ان هو يتشاف اكتر واكتر، وشير لاصحابكم وحبايبكم، واكتبوا لي في الكومنتات بتتابعوني منين بالظبط. واستنوا بقى ان شاء الله الايام الجايه وصفات حلوه كتيره من مطبخ بنت هاشم هنعملها مع بعض. اسيبكم في حفظ الله، مع السلامه.